وسهلا بكم حياة كرام. أمسكم علينا بالخير دايما تزدون الأمل متولى على دماغ بابا. أهلا وسهلا بكم حياة كرام متابعينا. أمسكم علينا بالخير دايما تزدون الأمل عميل متولى على دماغ بابا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم حبايبنا الكرام متابعين قناتكم أرانب الخير. دايما بتدونا الأمل، بنحبكم في الله، ربنا يدوم بينا المعروف، جزاكم الله خير. أبطال اليوتيوب معانا الحمد لله، أبطال التليجرام ربنا يجزيكم خير، بنحبكم في الله. إن شاء الله دي المقدمة هنقدمها في كل الفيديوهات اللي احنا صورناها عند إبراهيم إن شاء الله، في حوالي 4-5 فيديوهات في الساعة في البحيرة، وهنا في فيديوهين او 3 ان شاء الله. ربنا يجازيكم خير، بنحبكم في الله. خشوا اتفرجوا على الفيديو واستمتعوا في متعة جوه مزرعة أرانب الخير. اتفضلوا اتفرجوا على الفيديو. يا جماعة احنا بنكمل الحلقة لان الموبايل بتاعي فصل شحن، جزاكم الله خير. بنكمل على تليفون ام حازم. احنا كنا بنتكلم في التحصيل. ايوه فيروسي. فيروسي. طيب قول لنا قصتك. اقول لكم بقى قصه الفيروسي ده يا جماعه. انا كنت ما بحصنش خالص، قعدت من 2012 ل 2017 ما بحصنش. ماشي معاك بلاصه. ماشي بلاصه ماشي هو ماشي صحيح. ما حصلتش فجيت بقى الدور المزرعه يا دوب جيت بقى عشان اجدد. كنت هطلع الارانب فوق واسفل الارضيه واظبط بقى واعمل البكتيريات شكل ما افق كده قالت لك ريح نفسك ما تطلعش. قالت لي بص يا عم الحاج انا ريحت، احنا نموت كلنا وتبدا من الاول وتجي. لا وتبدا من الاول وتجي. فعلا بس استفدت حاجه يا جماعه من القصه دي. عارفين ايه؟ اما الفيروس يا جماعه يجي لاي واحد فيكم نصيحه للتجرب لحصل حاجه حصلت. اما جيت اديت فيروسي والفيروسي موجود. الدكتور قال لي ما تحصنش. قال لي ما تحصنش لان انت لو حصنت قلت له يا باشا ما هم بيموتوا. طب ما حصن ما جايز يخفوا. وفعلا حصنت 50 ارنب. ال 50 ارنب اللي اتحصنوا عاش منهم 33 ارنب. وهم موجودين بس قبل ما تحصن فيروس ينزل رفع مناعه. طبعا. احنا ما بنتكلمش على او ايه اللي بيتعمل في التحصين، احنا بنتكلم على التحصين. تمام. يا ما هو كده لازم نرفع. انا قصدي ان التحصين بقى الاساس عندي. الارانب ديت متحصنه من فاكر ان انا كنت اخدهم منك اتحصنوا اول ما جم، واما جبت بقيت القطيع وكملت اللي عندكم كنت محصن تاني كله تاني بتاع مين؟ ما انت عندكم هنا عبد النبي طحون جبته بسم الله ما شاء الله تحصين كويس 10 على 10. الدكتور عبد النبي طحون راجل محترم. طيب يبقى احنا خلصنا في كده في الحلقه. عشان نختم الحلقه بقى يا جماعه، يبقى احنا اتكلمنا على 7 حاجات اساسيه يخش فيها بقى الحرق، الرش الاسبوعي، العلاج بقى العربوب، علاج الضرع، علاج الرحم، كل ده سهل خالص يا جماعه، وعادة كل حاجه متوفره. طيب في حاجه برضو انا سعيد بيها برضو من ابراهيم هنا يا جماعه، الارنب نظيف. دي اكتر حاجه انا مش يعني حاسس ان الارنب بيلمع يعني ما شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله. لا انا قصدي مبسوط، يعني انا مبسوط عشان لا ده انا مبسوط ان انت مبسوط. لا انا مبسوط من ضمن برضه عمل لا الارنب البطاريه الافقي. لا بصوا يا جماعه، الارنب بسم الله ما شاء الله يا جماعه. طول حياته الارنب انا قصدي انا مبسوط ان الارنب هم محترم يا مبسوطين. جماعه. اللي عايز يربي يجي لابراهيم ياخد ياخد يخش. والعلف ما هدوش انا قصدي. طبعا. لا شايفين الارنبه ما شاء الله. لا يعني انتوا يا جماعه شايفين الارنبه يا جماعه بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه. نتاج عشر ولا ايه؟ عشر لسه منكحه بقى لها 5 ايام بالظبط. يبقى ما تبانش دلوقتي، بس بسم الله ما شاء الله. شوف الشعر الناعم، حاجه محترمه. علف. اللي عايز ارانب يا جماعه يدخل عليها سيلفر. اللي عايز ارانب ابراهيم بلاط بسم الله ما شاء الله. اللي عايز حاجه يا جماعه بدل ما يجي من كفر الشيخ للمنصوره ولا حاجه، ما هي دي مزرعتي برضه. مزرعتنا واحد والله يا جماعه. طبعا امال ايه، يجي ياخد بسم الله ما شاء الله. الحته البلجيكي دي عجباني قوي قوي قوي، المختار كان طلعها. حته اسنان يا شيخ مختار، انت ما انا لسه هطلعها. دي اتفتح ازاي يالا؟ هي كبير. ده الشغل الاوتوماتيك بتاع ابراهيم بلط. الحته دي عجباني قوي يا جماعه. انا برضه هي عايزه بقى ما شاء الله يا جماعه، حاجه محترمه، مواصفات جيده، ارنب نظيف فايق، عينه حلوه. الودان بسم الله ما شاء الله، الودان بتبرق بيضه، اللي مفيش سنان، في كف الرجل ما شاء الله.
مواصفات جيده. انا سعيد جدا بابراهيم، يعني انا ما كنتش متخيل التصوير عنده معفن بصراحه. اي والله والله لا، أنا مبسوط مبسوط عشان جداً. هم مبسوطين. لا ده انا مبسوط جدا. والله مبسوط عشان هم مبسوطين. الارنب يا ابراهيم محترم، الارنب محترم يا عم الحاج. اصل في ناس عاديه ما تعرفش الحاجات اللي هم لا بيتكلموا ما فيها دي. يعرفش، ما هو يعرفش. أنا هو أخش- ارنب قدامه خلاص. انا دخلت المزرعه خلاص عرفت الدنيا فيها ايه. سعيد جدا، سعيد جدا. الله يكرمك. تحييك. والله والله شرف لي. تحييك. والله شرف لي. بمناسبة التجمع عليه صغير، الناس اللي بتقول انا عايز اعمل 3 بطاريات فوق بعض، 3 اضواء فوق بعض، لا 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 شغل كارثه اسكندريه. كبيره وغلط اكبر. يقول المكان عشان المكان، رب على قد المكان، اهو براحتك خالص اهو. هتكسب احسن. اهو انت عارفين يا جماعه، انت عارف افضل تربيه ايه؟ القفه كده. دي انضف حاجه. او نص يا سيدي. خليك برضه المزنوق خليها مزنوق نص قوي، خليها نص هرم، نص هرمي. فوق بعض، بنصح اي واحد. الفطام فوق والامهات تحت. وما انصحش ان يقول لك ايه حط امهات فوق بعضها، لا بتعمل مشاكل. تعمل مشاكل. ماشي، يبقى الفطام فوق والامهات تحت، غير كده ما تربيش ارنب. في حاجه دلوقتي يا ابراهيم نتكلم فيها. طبعا انا مبسوط شايفين السلالات يا جماعه، بسم الله ما شاء الله هنا ما شاء الله. طلع ابراهيم طلع السلالات كده بتاعت ابراهيم بلاط. بسم الله ما شاء الله. ارمي اهو، ارمي طلع لك 3 4 ارانب كده بسرعه. 3 4 ارانب حلوين كده يا ابراهيم. حبايبي دول. بص خلي بالك البروتين العالي بيعمل ايه يا شيخ سامي؟ امال ايه ما شاء الله. البروتين العالي لما بيبقى في العالم بيتطور شويه شعر كده. هو مش جاله دي ولا حاجه. شوف اللي ده ايه، شوف اللي ده. شوف اتفرجوا على الشغل. حاجه ما فيش ما شاء الله ما شاء الله ما شاء دي الله. راتب عادي. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. حاجه محترمه اسكندريه والانجليزي. انا ماليش دعوه، انتوا عارفين مبدئيا ما بحبش الالوان ولا الاشكال، بقول وخلاص. ما شاء الله في ارانب هنا سلالات محترمه. اللي عايز يبتدي مشروع يا جماعه حتى ما شاء الله جميله اهو، جميله جدا. شله مالها شله جميله اهو. مالها دي العسل دي بسم الله. لا لو ذكر ولا انت انا مالي انا عامل بقى. لا هو لا بقول لك ذكر النتايه مش كلام على الموضوع العام، ذكر انا ده الشغل مش فارقه يعني. شغلك حلو يا ابراهيم. الله انا ما يكرمك. كنتش متوقع ان انت كده. انا والله عايز، انا كنت عايزك تتبسط. لا 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 والله انا عايزك تتبسط قسما بالله. بكلمك بجد. ما شاء الله شغله حلو بصراحه. والله والله انا مبسوط بالزياره ديت. اكتر حاجه عجباني ان هو عمل على الفراغ. مش عايزك تكسب من حد. ان شاء الله ان شاء الله. يا عم انا بقول لك كده، انا مش عايز انا اللي تعال هنا، تعال. مش عايز. ما يهمش. سيبهم بقى سيبهم. لا سيبهم. سيبهم يلعبوا شويه. النتايه دي جميله قوي ما شاء الله. طبعا دي من تعالى عندك. نرمين بقى عشان نختم سوا. ماشي يا حبيبي. تعالى قول كلمه للناس بقى قبل ما تختم. استنى ابو نرمين الاول وبعد كده انت اختم بقى مع الناس ونمشي كده بالترتيب. طبعا يا جماعه يعني احنا بنشكر ابراهيم بلاط على حسن الضيافه وحسن المقابله، وبجد يعني احنا سعداء جدا بالمنظر الجميل اللي عنده في المزرعه. حاجه مشرفه، حاجه تفرح. كون ان الشيخ سامر ناجح والشيخ مختار ناجح وابراهيم بلاط ناجح وابو نميل ناجح، اي واحد هيتابعه ويتابع القرار ده يبقى ناجح. ليه بقى؟ لانك انت بتتابع عمل ناجح، يبقى لازم تنجح. لو ما نجحتش يبقى انت الفشل منك. صح ولا يا شيخ سامر؟ يعني كون ان اصحاب السوشيال ميديا بيقدموا، اصحاب المزارع بيقدموا لك معلومه كويسه تفيدك وهم ناجحين في شغلهم، يبقى انت لازم تبقى ناجح. لو انت بقى ما نجحتش وفضلت فاشل يبقى الفشل منك انت مش من الارنب. لان ما تجيبش لعيب على الارنب. الارنب زي ابنك، زي اي حيوان عندك بتربيه في البيت. لو اهتميت بيه هيديلك، قصرت بحقه هيديك ظهره وتبقى مشكله بالنسبه لك. الاول يا جماعه انا مبسوط جدا ان اخواتي الكبار شرفوني، الشيخ سامر والشيخ مختار والاسره الكريمه واخويا ابو نرمين، وان شاء الله هيبقى في زياره ثانيه برضو مع الاولاد الصغيرين كلهم باذن الله. وانا مبسوط ان الشيخ سامر اتبسط من الشغل، وكنت مستني الكلمه ديت، يعني حته بسم الله ما شاء الله ديت. انا مبسوط ان هو انا عاوز اسمع منه انه بيعلن كويس. انا عايز اقول لك حاجه برضه. يعني مستنيه. انا ما جيتش اقول لك انت بتطلع ايه ولا بتعمل ايه. انا بصيت على الارنب وضعه ايه، ماليش فيه انت بتطلعه ازاي. صح كده. انا مالي. فضلك ناجح شغل المزارع. ما جيتش اقول لك لا ده غلط وده صح. لازم تعمل انا كذا. بس ماليش فيه. لا ما انا بقول لك لا ده عيب جامد جدا، ما حدش له عند حد. لكن انا لما ابص للارنب لا ابراهيم كده ناجح بطريقته بقى، ماليش دعوه. انا ماليش دعوه انا بقى، يبقى انا سعيد والله يا جماعه شرفونا، وكان احلى يوم، ونزلنا البحيره ولعبنا والمزرعه. كل ان الشيخ سامر يشهد لي بالكفاءه دي انا مبسوط بيه. وانا مبسوط لان انا كنت عامل لهم مفاجاه، كنت عامل لهم المزرعه مفاجاه. قلت الشيخ سامر باذن الله لو لف العنبر كله مش هيلاقي جرب، مش هيلاقي عرجوب، مش هيلاقي تسمك، مش هيلاقي حاجه وحشه، وهيلاقي نظافه في الارضيه، هيلاقي نظافه في المفرش، هيلاقي كل حاجه مميزه. وانا كنت مستني تعليقه. انا مش عايز امشي. انا مستني تعليقه فعلا.
سعيد. يعني ديت حاجات برضه بتبسط الواحد. طبعا. وانا كنت عاوزها تيجي منه زي ما هي جت كده. انا كنت مستني الحته دي. لا يا حبيبي. ليه؟ لان برضه مهما كان الواحد ناجي عايز اللي يدعمه، عايز اللي يدعمه ماليش بكلمه. بركه الا انت، وده حقك، واحنا عملنا لك حاجه. ماشي. ده حقك، احنا بنقول حقك. وشكرا جزيلا. ماشي خلاص بقى يا ابني. ماشي اهو. طبعا يا جماعه انا برضو مبسوط جدا والله، ما شاء الله ابراهيم مربي جيد ما شاء الله، ربنا يبارك له. طبعا ده برضو بخبرته يا جماعه، زي ما احنا بنقول شغال بقاله كام سنه برضو ما شاء الله، ربنا يبارك له. فالعامل الاساسي زي ما احنا بنقول لازم تكون فاهم في الارنب عشان تطلع ارنب كويس. الفهم ده يا جماعه مش هيجي بسهوله، لازم تتابع وتتفرج وتتعب وتجرب. تجرب حاجه ابو نرمين بيقولها، الشيخ سامر بيقولها، الشيخ مختار بيقولها، مش عيب مش حرام. جرب كل حاجه انت عاوزها. وزي ما ابو نرمين علق كده، مش شرط اللي انا مثلا بعمل حاجه في مزرعتي وقلت عليها اللي الناس تيجي تجربها مثلا يقول لك لا ده مش نافعه، ده وحشه، لا ده كده بتظلموا الناس، ده كده حرام. هيبقى العيب فيك انت، عشان انا وريتك اللي انا ناجح بالطريقه ديت. العيب مش في الارنب ولا اللي شغال، العيب فيك انت، ما عرفتش توصل للناتج اللي هو بيعرفه لك او المعلومه اللي هو وصلها لك. ما احناش مثلا هنضحك عليك مثلا ليه؟ انه مش مستاهل ان انا اضحك عليك في حاجه. بنبقى مبسوطين في مثلا بالنسبه للجرب مثلا زي استاذ محمد بتاع الارانب ببساطه اللي جه لقح عندنا، قال لي كان واحد بيساله في التصنع بيقول انا مش لاقي الاوكتوموسرين مثلا ومش موجود فعلا. قال لي خليها شيخ مختار يجرب الريد اللي هو هناك اهو فيروسول، اللي هو الريد الفيروسول ده. دي حاجه جت في دماغي كده خطير. جت بظروف مش عيب. قلت له خلاص يا استاذ محمد اجرب انا اروح ما فيش خطير. مشكله. يعني لما بخ بختين ولقيته نجح بيفوروا في ثانيه. احسن ما الناس قالوا ينفع الاوكتوموسرين مش لاقياه. ما لقيتش. ما لقيتش واحد جبته هناك. اصلا ملوش في الارانب خالص، يا ربنا يلهمه بحاجه بحكمه يعملها يقولها لاي حد كلنا نتعلم منه، مش شرط يا جماعه. فانا بقول لك جرب كل حاجه. لا هي موجود موضوع الفيروسول من زمان، ده حتى أنا كنت عامل حلقة عنه. عامل حلقه من زمان. بتكلم كمعلومه. يعني فات هو نتيجة موجود جابت من من زمان. أول يوم. وانا اتفرجت على الحلقه كنت قاعد غشت الفكره. جابت نتيجه ولا لا يا ابراهيم؟ كان من اول يوم. من انا مش ملاحظ فعلا سبحان الله اللي في الناموس برضه يعني زمانه بيروح لا 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 يوقع على الارانب. ده في ودانها بقوم ترن، بتكون ماسكه البتاع عامله زي الغليان كده ومطلعه بره. دي حاجه بس كده يا جماعه قصيره، ربنا يجازيه خير طبعا على الاستضافه الجميله. شرفتونا والله انتوا ما تعرفوا ساعدتنا قد ايه. ربنا يصلح حالك. الله يكرمك. نختم بقى عشان وقت الفيديو يا جماعه كده متهيألي طولنا على الناس. طبعا يا جماعه انا النهارده في قمه السعاده، سعيد جدا جدا جدا. احكي لكم انا عملت ايه. انا روحت اول مره في حياتي من زمان قوي انام بعد العشاء، وده شيء مش طبيعي لان انا مستعد وعايز اروح لابراهيم. نمنا بعد العشاء وصحينا الفجر، صلينا الفجر وجينا من بدري. ابراهيم مستنينا من الساعه 5 وهو بيكلمني اجي. جينا والحمد لله قمه السعاده، انا ومختار وابو نرمين وابراهيم قضينا يوم يعني انتوا مش متخيلين، يوم جميل جدا جدا جدا، يوم رائع جدا جدا في البحيره. اتفرجنا يا عم ما تشغلش بالك بقى ابو نرمين دلوقتي، خلاص كده عشان ما تشغلش بالك بقى. طبعا اتغدينا غدوه حلوه، فطرنا الاول زي ما انتم هتشوفوا في الفيديوهات، واتغدينا واتبسطنا وشمينا هوا، وكان يوم مشمس ويوم هوا جميل. اتمتعنا حاجه ما شفناهاش من زمان. كبت الشغل ضغوط الشغل يا ابراهيم. بعد كده خلصنا الحمد لله، وزي ما انتم تشوفوا في الفيديوهات جينا على المزرعه الجميله بتاعت ابراهيم. دمها خفيف قوي يا جماعه. يعني انت في مكان بتخش كده ساعات بتتخنق منه، اول ما تخش كده تقوم شامم ريحه وحشه، مكان مش منظم. روحه جميله قوي يا ابو بكار. مكان مش حلو. خدتوا بالكم يا جماعه؟ لا المكان هنا جميل جدا. سعيد بشغلك قوي يا ابراهيم. يعني انا كنت متخيل انت ما شاء الله خبره، بس مش متخيل الارنب بيلمع. يعني فاهمني ازاي؟ يعني كانه مرسوم الارنب بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا طلعنا شويه ارانب كده يا جماعه، حتى الارضيه حتى السلكات. فانت زي ما قلنا في الفيديو، ان شاء الله الفيديو ده هيبقى 2 بقى، لان مش هينفع ان هو يبقى واحد، فاحنا هنقسمه على 2 يا جماعه. ليك نفسك تشتغل. ليك نفس تشتغل يا مصطفى. تقعد هتنسى والله العظيم ال5 6 ساعات كانهم نص ساعه هنا. هو عامل نظام حتى الصرف مش هم هنا جميل. يساعده عشان عيالي برضه بسهوله. اي واحد صغير او كبير هينضف بسهوله خالص. ده 5 ميه وبالساعه 5 6 خراطيم بتاع وخلاص، ما فيش اكتر من كده. جينا شفنا الولادات محترمه، الامهات محترمه،
كل ام كده قاعده رايقه مزاجها حلو. لا، خلايه العلوم كتير. التبريد صدقني شغاله ولا بسم لا الله ما مشاكل. شاء الله. خلايه التبريد 100% شغاله، الشفاطات موجوده. ربنا يبارك فيك يا ابراهيم، سعيد جدا بالنجاح اللي انت فيه. ارجو من كل واحد حابب ان هو يربي ارنب يروح لابراهيم بلاط، حابب تاكل ارنبك اكل فريش اكل جيد روح لابراهيم بلاط. عندك هنا في سيدي سالم صح يا ابراهيم؟ كفر الشيخ، عندك هنا في اي مكان. بنصح كل الناس ان هي تروح لابراهيم. ليه؟ ما هو انا مش هوصف لك ابراهيم الا لما اشوف بعيني، وشفت بعيني حاجات جميله جدا 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 مش متخيلها في تربيه الارنب. ايوه ابراهيم عنده خبره، بس انا مش متخيل ان هو بيحب الارنب كده. ما فيش حد يا ابراهيم هيعمل الشغل ده لما ما يكون اقدرش انام. حابب ما اقدرش انام ولا حاجه الارنب. وحشه عيني. انت عينك اسود تقريبا. اما السهر والله بقى 14 سنه صح. الناس الحمد لله ما بشربش سجاير حتى. 14 سنه صحيح. صح والله من 2000 14 والله. سنه. لا والله لا يعني بس ما بنامش بالليل خالص خالص. لو انت ما شاء الله ده هتبقى في الموسوعه بقى. انت ما انتش حلو. راجل خارج. لا بس ما بنامش بالليل. انتش حلو. ده اصحاب الكهف ناموا 9 سنين مش سهر 14 سنه. في واحد مات 100 سنه. طب حمار. سبحان الله. خلاص كده يا جماعه هنختم الحلقه دي، وانا سعيد باليوم الجميل جدا دون، وسعيد بالإنتاج، سعيد بالارانب. احنا ما كناش هنيجي يا ابراهيم بس الحمد لله ربنا هدانا ان احنا نيجي عشان نشوف الحاجه الجميله دي. والله مش هنيجي مبسوط. المزرعه. الحمد لله ان انتوا جيتوا. انا كنت عاوزكم تيجوا خلي بالك. عايزكم تيجوا بس مش عاوز اضغط لكم الوقت، فكنت انا هقول لهم عشان ما يبقاش هم مضغوطين. اما انتوا جيتوا انا بجيب مبسوط وكنت مستني بقى الملحوظات بتاعتك. لا ما هو انا مش هعديها، صحيح. ولو كان في حاجه مش عاجباني كنت لاني بسم هقول. الله ما شاء الله انا بتابع يعني بركز جامد معاهم. وبرضه يا جماعه يعني معلش سامحوني، يعني ابراهيم بلاط مش واخد حقه يا جماعه. يعني برضه انا عنده علف كويس وعنده يعني ايه 4500 مشترك، اللي يخش يتفرج يشترك عند ابراهيم بلاط. حاولوا ان انتم تساعدوا الناس، الراجل بيجتهد وبيقول لكم معلومات قيمه صح ولا لا؟ تشجيع للناس برضه. قناه المختار برضه تشد شويه يا جماعه، ما ينفعش كده. يعني عايزين برضه ارانب الخير عامله شغل قوي جدا يا جماعه، ما ينفعش كده. ابو نرمين برضه ما حدش يشترك عنده خالص. الله يوقف حالك دلوقتي. كل ما نقول كده مشتركين نزيد. ايه يا جماعه ده ابو نرمين اخويا وحبيبي بالذات. ابو نرمين بان على قلبي وربنا يوفقه، ومعاه زوجته العسل ابو نرمين ربنا يبارك فيها ان شاء الله. قناه ابو نرمين طالعه. ايوه اكد انت. عالم الارانب مع ام نرمين. أيوة. عالم الارانب مع ام نرمين. طبعا وانت عارف قناه ام حازم طبعا يوميات الخير مع ايمان. صراحه عامله حاله والله برضه. ابو حازم الشيخ سامر قناه تهتم بالتربيه الارضي، كل ما يخص الست المصريه بالتربيه الارضي. اي ست قاعده في البيت عايزه تزود دخلها، عايزه تعمل حاجه تسليها بدل ما قاعده في البيت، اللي جوزها مسافر اللي جوزها بيروح شغل ما بيجيش الا اخر النهار، قاعده في البيت في ملل في كسل، تدخل على قناه يوميات الخير مع ايمان. قناه بتقدم محتوى جميل جدا، محتوى راقي، محتوى غير مكلف خالص. يعني ممكن ب 1000 جنيه تفتح مشروع ارانب عندك في البيت وتربي وتشتغل. حاجه منها هتزود دخلك، وحاجه منها انت ممكن تجيبي ارنب تاكليه وتذبحيه تروح تشتريه من المحل كيلو ب 50 جنيه. ايوه وحتى توفري لجوزك او تفرحي جوزك ان انت ست منتجه، ان انت ست شاطره بتاع بتكسر كده. الكسل بقى، بتكسر حاجز الكسل اللي عندنا. في حاجه عاوز اقولها برضه بعد اذنك يا شيخ سامر. يا جماعه من يوم ما الشيخ سامر وقناه ارانب الخير طلعت على الارانب دي بقى لها حس وبقى لها روح. احنا كنا شغالين وخلاص وكان الموضوع نعمل حلقه. بس صحيح والله يا جماعه اللهم صل على النبي بقى عمل حاله حتى في تسليم الارانب، في الاستلام، في دخولك المزرعه. انت لما تشوف المزرعه كده بس بتتبسط بتسمع ليه؟ انت حاسس ان اللي بيكلمك دي راجل بيكلمك ورا ظهره اساس بيتكلم عليه. فانت بتشوفه بتبقى مبسوط. والله عمل حاله الارنب دي يا جماعه كانت حاجه شغلانه كده عاديه وخلاص. حتى اما بنروح لبعض، حتى اما بنروح نتفسح، حتى اما بنروح حاله في الدنيا كلها مش في ارنب بس. ربنا يبارك فيك. خلاص هنكتب بقى يا جماعه. طبعا الحلقه دي هتبقى طويله يا جماعه، فان شاء الله احنا هنعملها على حلقتين ان شاء الله باذن الله. هنعملها على حلقتين مش هيسكت. هنعمل الحلقه دي من حلقتين يا جماعه ان شاء الله، نقسمها عشان ما تبقاش طويله عليكم. الحلقه دي ملخص شغله الارنب يا عم مختار. ما بتهيألي لمسه اكتاف بالاخر. مش عايز حد يسالني الا لما يعمل ال7 شروط
وبعد كده لو الدنيا ما مشيتش معاك يا سيدي يبقى انا اللي غلطان. صح يا عم ابو نرمين؟ اعمل لي السبع شروط اللي اتكلمنا فيهم في الجزء الاول، وبعد كده تعالى كلمني ابقى انا غلطان. معاك فطاحل الارانب في مصر اللهم لك الحمد، واحنا واثقين في نفسنا وعارفين احنا بنعمل ايه. وده اخويا الصغير جيت له واتفرجت على حاجات ما شفتهاش عند حد قبل كده، والله العظيم انا فكرت يا راجل ده خط المايه بيلمع يا راجل، خط المايه من بره انا ما عنديش الكلام ده. ربنا يبارك لك يا ابراهيم، سعيد فيك. الحاجه لما تبقى قليله وحلوه احسن ما تبقى ياما كتير. وانا قلتها لو يكون وملهاش عندك 20 ارنب منتجين احسن منتجين لو يكون طبعاً. عندك 1000 ارنب غير منتجين. صحيح صحيح. جزاكم الله خير. بنحاول نشكركم، بنحاول نتعب عليه معاكم، لان انتوا سبب لمتنا دي، سبب تجمعنا، والارنب هو اللي برضه اساس كل حاجه، هو اللي مجمعنا. جزاكم الله خير. بنحبكم في الله. من لم يشكر الناس فلم يشكر الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.